الغريب ان الناس بتاخد قرار شراء ساعات على ده، يقول لك ده جاي في أيوة فلان طبعاً. في كامبين طبعاً. فهشتري معاه. هو فين الديفلوبر وفين البروجكت اللي جاب نيمار؟ الزحمه بتخلي الناس تاخد قرار. الزحمه دي حته سايكولوجيكال 100% بتخلي الناس تاخد قرار. في شركات كده كمان ان هو هيت اند ران، حتى في الريل استيت وفي البروكريج هيت اند ران، اللي هو انا هبيع لك وامشي. ما هو ده هدف. ما هو خلي بالك، ما هو ده ينفع مثلا، ينفع. شايف ال5 سنين اللي فاتوا ازاي عاملين في الريل استيت كماركتينج ولا كسوق؟ كماركتنج. كماركتينج. حلو السؤال ده. بص، كماركتينج حصل طفرة غلط. اوكي، ازاي؟ يعني ايه حصل طفرة غلط؟ هي المشكلة كان ليها بوادر شوية. ان دايما الناس بتتكلم ان السبلاي اكتر من الديماند بكتير والفقاعة العقارية والناس هتجيب منين، كله بينزل وكله بيشتغل وكله بيبيع. سبحان الله. الطفرة الغلط في ايه؟ الطفرة الغلط ان ما قبل 2020 انا نازل بمشروع انا عارف انا عايز منه ايه. في 2012 شغال في شركة هي one of the leading digital companies دلوقتي، digital solutions يعني. وانا كنت شغلي دي، انا كنت ماركتنج اكزيكتيف هنا، وكنت خلاك دي كان بداية السوشيال ميديا وبداية الكلام ده كله. وشفتهم شغالين على بروجكت كبير قوي لإعمار. كان VR virtual reality، وكنت اول مرة افهم بقى يعني ايه انت لابس نظارة عشان تاخد experience. ده في 2012. وبدأت اقول طب ده خلاص، ده السوق ده هيبقى نار. من 2012 كان ساعتها الفيرتشوال عامل زي الفضاء كده. لا طبعا مش بنفس التكنيكاليتيز بتاعت دلوقتي. من 2012 لحد دلوقتي انا مش تصدق، انا ما شفتهاش كتير. يعني انا ما شفتهاش كتير. هي القصه كلها الريل ستيت هو يفتقد شيء واحد بس من وجهه نظري. بس عشان كده الديماند يمكن موجود ما بيقلش، فالناس مش بتبتكر قوي في ان هو يعني يمكن ساعات لو اتمنع بقى الديماند شويه فالناس هتبدا تتنافس شويه زي اتراكت الديماند، بس يمكن عشان الديماند موجود كتير فالناس مش بتتنافس في الحته دي. انا هقول لك انا مشكلتي فين. كنت قاعد مع حد من قريب شغال في السوق، بقول له انت بتبيع ايه؟ سألته انت بتبيع ايه؟ قال لي ببيع مشروع. قلت له يعني لا، يعني ايه بتبيع مشروع؟ يعني تعالى بقى فصصها معايا. بتبيع مشروع ايه؟ قال لي ببيع مشروع كذا والوحدات بتبدأ من كذا لكذا ومش عارف ايه. قلت له انت ده المنتج، بس انت المفروض تبيعه لي هي الاكسبيرينس. هي المشكلة ان الناس مركزة في المنتج، بنفيتس مش فيتشرز. مركزة في المنتج مش في الاكسبيرينس. انا المفروض دلوقتي اشتري اكسبيرينس. العالم كله بقى يتكلم في اكسبيرينس. انت عارف ان مصطلحات الماركتينج اتغيرت عالميا. يعني الديجيتال بقى اسمه performance، تمام. البي تي ال بقى اسمه experiential. ده بقى فيه motivational marketing وبقى فيه influencer marketing. يعني المصطلحات كلها اتغيرت مع الوقت والعلم والطبيعة البشرية اللي بتتغير والاكسبوجر اللي الناس كلها بقت فيه. بقى كل تفصيلة لازم تدي منها حاجة. ده بقى فيه مصطلح اسمه motivational marketing، ناس كتير ما تعرفوش. يعني ايه motivational marketing؟ ان انت تحمسني، ان انا اخد اكشن، ان انا اخد اكشن، تحسسني ان انا موتيفيتد، مش تقنعني. موتيفيتد، يعني موتيفيشنال ماركتنج ده بالبلدي كده مصطلح ان انا متحمس لك فببيع لك. انا كشخص انا شفت اعلانك او شفت البرودكت بتاعك فبقيت انا سورس متحمس ليك فببروموته للي حواليا. ان انا اقدر انا الورد في ماوس. والاكسبيرينشال ماركتنج انت بتاخدني في اكسبيرينس. والبرفورمانس ماركتنج يعني ايه؟ ماركتنج يحقق لي ارقام. انا نفس الكونسبت ان انت كنت رحت زمان تجرب الفيرتشوال فتروح تقول الشركه الفلانيه عامله كذا بالزبط. فتبدا انت خدت الاكسبيرينس عن طريق الفيرتشوال وكده. ال5 سنين دول شايف الريل استيت قدر في مصر يعني يقف على رجله ويعدي بقى الكوفيد ويعدي الحروب ويعدي كذا. ده اكيد. بص ما وانفليشن 22 وانفليشن 23. ما نقدرش نقول ان ده اكبر سوق في مصر. ما نقدرش ننكر ده اكبر سوق في مصر. ودايما اي حد لما يجي الاقيه بيتكلم عن في فقاعه وفي مش عارف ايه، لا هو السوق. انت تعالى شوف انت النهارده مبيعات 24 versus 23 versus 22. يعني احنا 2020 مرينا كوفيد،
22 انفليشن 1 انفليشن 1 23 انفليشن 2 24 الدنيا هديت والبرايسز بص كل حاجه ففي الاخر كل ده حصل على الريل استيت وفي نفس الوقت ده في اخر 5 سنين. احنا لو جبنا اخر 10 سنين بقى ثوره ثورات ومشاكل اقتصاديه ومشاكل كذا، وفي الاخر هو لسه عايش. يعني لو كان شخص كان زمانه مات يعني. مش هقول لك حاجه مش اندستري. يمكن بقولها لما في السيشنز بتاعتي. الريل استيت فيه ميزه رهيبه بالذات كاستثمار، ان هو مقارنه باي استثمارات اخرى، مش باستثمارات اخرى، هو الاستثمار الوحيد اللي جاي من اسمه هو استثمار في اصل ريل استيت. هو جاي من اسمه اصلا ريل استيت، ده استثمار اصل. انت معاك اصل، معاك اسيت، فهو ده اللي بيشجع الناس ان هي تتحرك فيه. الفكره ان هو مهم قوي كمان في الريل استيت ان هو من اقل الاندستريز اللي فيها استيراد. يعني النهارده مش بالظبط، يعني هي مرتبط بالاستيراد مرتبط بالاستيراد بنسبه قليله. يعني تقدر تقول الكومبوننت مثلا 20% 25%، مش ده حقيقي، مش 100% ولا كده يعني. النهارده الكلاينت ازاي بيستفاد من الماركتنج الصح والماركتنج غلط، ولا الماركتنج هو بيستفاد منه السيلز بس؟ طيب خلينا نبدا نرجع خطوه ورا. هو ايه الفرق بين الماركتنج والسيلز بس؟ يعني لان وايه الماركتنج في الريل ستيت؟ لان في كده يعني مسكونسبشن عند ناس كتير قوي ان هو الماركتنج في الريل ستيت مرتبط بس بليدز، ان انا اعمل ليد جنريشن او اجيب ليدز. عند كتير من الناس ده مفهوم الماركتنج، بس خلينا نشرحها بالبلدي. هو الماركتنج ببساطه ان انا بشتغل على نيدز ووانتس بتاعت عملاء، تمام؟ السيلز بيشتغل على ريكويستس جايه من العملاء بناء على النيدز والوانتس دي. موضوع بمنتهى البساطه ان انا لو قدرت اوصل لاحتياجات العملاء، ده الماركتنج، ده دور الماركتنج. ان انا النهارده ازاي اوفر منتج، او معايا منتج ايا كان هو ايه، مشروع عامل ازاي اقدر اخد المنتج ده او البروجكت ده اوظفه لاحتياجات ورغبات معينه للفئه بتاعه العملاء اللي انا بستهدفها. لو انا قدرت اوصل للعميل ده بالاحتياجات ورغباته، هو بيتحول في ذهن العميل لريكوست. والله انا عايز 1 bedroom، انا عايز 2 bedrooms، انا عايز مش عارف ايه. السيلز بيشتغل على ده. فبالبلدي الماركتنج دوره ان انا اجذب العميل بناء على احتياجاته ورغباته. السيلز دوره ان انا اقنع العميل بناء على ريكوست. اقنع ولا احط له الاوبشنز وهو بيختار؟ عشان دي مهمه اصلا. مش بحس يعني مفيش حد وهنا يجي بص اقنع يعني انت بتنور له بتنور له يعني هنا اقنع. يعني دايما بقعد اتخانق مع شركات كتير. بعض الشركات ما بتبقاش بتنزل للسيلز بتوعهم سورس الليد، فمش قادر يعرف الكونفرجن ريتس بتاعته، مش قادر انا كسيلز تمام، مش عارف الليد ده جالي من انهي سورس. الليد ده جالي من هوت لاين، ولا جالي من اعلان فيسبوك ليد جنريشن، ولا جالي من ليستنج، ولا جالي من جوجل ادز، ولا جالي من الويب سايت. تعرف ان الخمسه تشانلز دول اساسا مجرد ان انا عرفت السورس، ما اعرف ازاي اتعامل، انا اقدر ادي لك انترودكشن عن العميل ده. العميل ده هو كان قاعد، فلو جاي من على فيسبوك هو كان قاعد فالاعلان جاله فقال كليك اب معاه كده، ولا هو دخل سيرش بايده في جوجل فطلع له الاعلان فسجل. فده واحد دخل هو كتب ايا كان الانبوت اللي هو كتبه، شقه للبيع في التجمع غرفتين، كتب انبوت وطلع له الاعلان بتاعي. او هو اتصل بهوت لاين شاف حاجه فاتصل، فده فيري انترستد. ده اعلاهم طبعا ان انت يجي لك عميل عن طريق الهوت لاين، ده حد خد اكشن قوي ان هو جالك انت. لان خلي بالك كتير، ودي احصائيات، اللي بيكتب مثلا سيرش على جوجل ودخل يسجل هو ممكن ما يبقاش عارف هو سجل عند مين، مش فاكر. لكن الهوت لاين ده هو داخل عنده ريكوست، هو داخل عنده ريكوست. السيلز بيستقبل الكلام ده اول حاجه، ودايما كنت بقولها حتى دي عندنا في الطب، ان هو مادام جالك بريكوست. انا النهارده انت لما تروح لدكتور انت رايح بالسنه وجعك، انا ما ينفعش اشوف السنه اللي وجعك دي اقول لك لا بس خلي بالك عندك ضرس تاني هنا خطر. لا، اشتغل على اللي وجعني الاول، ما انا جاي لك بيه. لقيته بعد كده هو بدأ يفتح
في الكلام معاه، وده دور السيلز. وهنا اقناع، هنا مش انا ابوش عليك تبيع، هنا الاقناع ان انت تبدا تفهم العميل، تفهم الكاركتر بتاعته، تفهم برضه لازم تبقى فاهم النيدز والوانتس. الماركتنج بيشتغل عليه، بس انت كسيلز لازم تبقى فاهمها. هو الريكوست ده جاي من انهي منطقه؟ انت هنا قصدك ان السيلز لازم يدرس ماركتنج ويدرس سيلز؟ مش بص، دراسه الماركتنج والسيلز ما بتضرش اي شخص ايا كانت شغلانته. بس النهارده ان هو يبقى اوير بالفكره طبعاً. البوش والبول ليدز طبعاً. ودي جايه منين ومش عارف ايه. لازم. يعني اللي انت اتكلمت فيه ان هو يقدر يعرف الليد والسورس والبيرنت وسورس والتشايلد سورس بتاع الليد، فده ده كله طبعاً. ده ماركتنج طبعا يعني طبعا يعني عشان يقدر قبل ما يطلع الكول يعرف هو هيطلع يعمل ايه يبدأ أو قبل اساسا ما يشتغل الكود، عشان حتى ما يضيعش وقت الكلاينت في وقت يعرف. ولازم الماركتنج يدرس سيلز، خلي بالك. وطبعا يعني لازم الخناقه دي لازم، ما هي دي خناقه. ما بص، هي خناقه يا لهوي حضرتها كتير، تمام؟ اللي انتوا ما بتبيعوش ليه؟ ما اصل الليدز وحش. هو اصلا لو السيلز الليدز حلوه ما بيقولش ان هي حلوه. أيوة. وانت ما بتجيبش ليدز ليه؟ اصل مش عارف. لا، هي خناقه ازليه. وعايز اقول لك حاجه، طول ما الخناقه دي موجوده يبقى الاثنين عايزين يشتغل. بقعد ساعات مع ناس الكونفرجن ريتس عايزها ازاي، انا عايزها 40% قفل، كلوزنج ريشيو 30%. ده كان موجود زمان، وموجود في العالم في بلاد، بس مش موجود في مصر. يعني لو انت بتعمل في مصر لا طبعا. لو انت بتعمل في الكويت، لو انت بتعمل في لندن، ولا في اي حته، لا ولا في الدول العربيه. وارد لو الكويت مثلا على لندن او كلام ده. بس النهارده في مصر انت بتتكلم في كونفرجن ريتس افريج على كل اقول لك حاجه، الريسورس. انت النهارده لو عملت ليد جنريشن كامبين وطلعت منها ب 15 to 20% qualified leads، وبوس ايدك وش وضهر. ده هتكلم كونفرجن ريت. ما انا هكمل لك، تمام؟ لو طلعت منها باكتر من 3% conversion rate، انزل اسجد ركعتين شكر لله. الافريج ريت في مصر كده 1.5. 1.5 دي بتكالكوليت قد ايه في قد ايه؟ يعني النهارده 1.5 كونفرجن ريت ده بتحسبها من قد ايه؟ 1.5 ده انيوال للبروكر انيوال على حسب الكامبين. يعني مش بالكامبين، بالكامبين 1.5 بير كامبين ولا انيوال؟ لان هي ممكن تلاقيها 5%. بص كان زمان، يعني قصدي على وقت. لا انا فهمت سؤالك. كان زمان اقول لك بير كامبين، بس هو المشكله دلوقتي ان كان زمان المعروض مش كتير، تمام؟ فانت ممكن تكون عملت راننج لكامبين وبعد كده جالك منهم ناس كواليفايد، وبس هو ما قفلش من الكامبين دي حاجه، بس الراجل الكواليفايد ده خد لفته ورجع بعدها، بعد ما انت عملت راننج ل 2 or 3 كامبينز كمان رجالك تاني. فهي ممكن دلوقتي تكون تتحسب انيوال، بس هو البروموشن الطبيعي اللي احنا حتى زمان كنا بنبيعه، لا انا I guarantee 1.5 to 3% conversion للبروكر مش للديفلوبر. والديفلوبر لا 0.5. ديفلوبر لو 1% هاكسكلود ديفلوبر كبير قوي 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 قوي، مش هجيب اسمه خالص. تمام؟ ده هاكسكلود تمام. بس ده عنده ريتنشن عالي. ما ده هاكسكلود تمام. ممكن يعني ده في حته لوحده، بهيريتج لوحده، باسلوب ماركتنج لوحده من زمان، والتراك ريكورد بتاعه بيتكلم عن نفسه. بس انا بتكلم الطبيعي 0.5 1. اوكي، ده الديفلوب. ايه الويز النهارده اللي بتجنريت بيها تقدر تجنريت بيها ليدز؟ يعني النهارده ايه الاحسن ويز او اكتر طرق شغاله تقدر تحط؟ انا دلوقتي بشوف ان اكتر حاجه كل ما هو بيعتمد على البول استراتيجي. اوكي، يعني اكتر حاجه، بص مش اكتر وسيله تجنريت بيها ليدز. بول استراتيجي يعني الناس تخش تدور على الليد. بوش ان انت بوش ان انت فيسبوك بالظبط تظهر لهم البول ان هو بيخش بيسيرش فبيطلع له الاعلان بتاعه. هي مش اكتر وسيله تجيب بيها ليد، بس هي افضل وسيله تقفل منها. يعني هتلاقي مثلا ممكن في ال100 ليد تقفل من البوش 3-4، سوري من البوش تقفل واحده. 100 ليد و50 ليد من البول تقفل 2. لا يعني النهارده بلاتفورمز ايه؟ انت بتتكلم النهارده فيسبوك، جوجل، عندك بقى ليستنج. بص الليستنج طبعا دلوقتي هو رقم 1. ده هو الليستنج دلوقتي هو رقم 1. الليستنج شانلز ده يطلع ده ينزل ده مش عارف ايه، ده بلاتفورم يطلع لونش، بغض النظر عن اساميهم هم رقم 1 شئنا ام ابين. في الريزيدنشال
اوكي. في الريزيدنشال. في الكوميرشال والاوفيسز والادمن وكده جوجل. اوكي. يجي البول اللي هو الفيسبوك. طب تقولي طب ما يعني ما اشتغلش فيسبوك؟ لا، لازم تشتغل. وخلي بالك انت لازم تشتغله عشان لسببين. السبب الاولاني عشان لازم تظهر. خلي بالك انا كتير قوي بقعد مع بروكرز اقول له انت شغل ليدز عشان تجيب ليدز، شغل ليدز عشان يبان ان انت كبير. اوكي. تمام. ويبان ان انت تشتغل وتجيب ليدز، بس الكونفرجن بتاعه مش احسن حاجه. بس لو هقسمهم لك كده، طبعا ليستنج او كل ما هو بوش بس بالترتيب كده في الريزيدنشال او السكند هومز. بس النهارده الليستنج الناس فكره ان انا اخش اقعد اقرا كونتنت، هل الناس اصلا لسه بتروح للحته دي ولا في ناس النهارده بتدور على فيديوز وانتراكشن ما جاي لك في الكلام. ما هي برضو خلي بالك الترند اللي هو التيك توك واللي بقى كتير من السيلز بيعملوه. يعني النهارده الليستنج في مصر فيه ازمه ان مفيش فيديوز. يعني يمكن بره نفس البلاتفورمز دي عندهم خليني اقول لك حاجه، تصور فيديو بس النهارده الليستنج في مصر نوز فيديو. كل ما هو ليه علاقه تاني، ولو رجعنا كده بالكلام اللي ورا سنه، كل ما هو ليه علاقه باعلان هتوريني بيه اكسبيرينس الوحده اللي انا هشتريها، هي ناجحه. اكزاكتلي. فالنهارده الليستنج ما فيهوش اكسبيرينس، في صور حقيقيه، في صور. بس النهارده ما بقتش الناس بتروح قوي لحته الصور، بتروح اكتر لحته ان هو يخش جوه البيت ويتفرج على الديتيلز بتاعته. هقول لك حاجه، انت النهارده لو عندك بروجكت ready to move، تمام، ready to move، ايه احسن وسيله تبيعه بيها؟ تيك توك لو هتوريهولي فيديو، ولا انستجرام، ولا فيسبوك؟ انا بتكلم 3 فيديوز. انا بالنسبه لي الثلاثه يعني في الاخر يو هاف تو ببلش. هو كل ما كنت موجود اكتر كل ما كان موجود. اللي انا عايز اوصلك بالظبط كده، انا مفيش حاجه بريفيربل، تمام، مفيش حاجه بريفيربل. هي البوش استراتيجي دي اصلا الناس فاهمها غلط. انت عارف بوش استراتيجي دي عامله زي ايه؟ انت لازم تنتشر، عشان انا لما اجي سيرش هنا، ما هو جوجل سيرش ليه سيرش بار، وتيك توك ليه سيرش بار، وانستجرام ليه سيرش بار، وفيسبوك نفس الكلام. اي حد من دول لو عمل سيرش على كي ووردز ريليتد للكونتنت اللي انت منزله هيلاقيك. فانت لازم تشتغل كله. يعني انا الناس تيجي تقول لي نشتغل فيسبوك بس، لا بس برضه هي دي جايه من البادجيتنج، ان هو النهارده انا بحط بادجت معايا رقم قليل فهحطه في حته واحده، معايا رقم كبير هقدر اوزعه. اشتغل اللي تقدر تبقى كونسيستنت فيه. في مصر بتشوف مثلا سناب شات، لينكدين، تيك توك. لا تيك توك تيك توك طبعا. تيك توك دلوقتي بقى تشانل مهم جدا للعقارات، بس تشتغلوا صح. اوكي. يعني النهارده انت لو تيك توك، اعمل حاجه بقى، لو انت جايب لي تيك توك، جايب لي بروفيشنال فوتوغرافر وسيت اب وقاعد بتكلمني ولا هعبرك. تيك توك عايز رياليتي كونتنت. انا نازل بالموبايل بتكحرت وماشي وبوريك اكسبيرينس الواحده، ومعايا دلوقتي شق والتون دي، تمام، دي مش بتاعت انستجرام، ودي مش بتاعت فيسبوك. انستجرام عايز بروفيشنال فيديو اديتور انستجرام. ما هو خلي بالك، هو عشان كده بقول لك من المهم ان الناس تبقى دارسه شويه من الماركتنج، شويه. ما هي دي بيرسوناز مختلفه. انت انستجرام كالجوريثم هي تشانل جماليه معتمده على الصور والالوان و فاهم؟ تيك توك معتمده على الهيت اند رن. مفيش بروفيشنال هيت اند، مش بروفيشنال شخص، مفيش بروفيشنال سيت اب هيت اند رن. هو التيك توك كده، ما هو اسمه كده، تيك توك هيت اند رن. فيسبوك كونتنت انفورماتيف. اوكي. كل واحد من دول ليه حاجه. جوجل كونتنت كتابي. انت عارف من الشانلز اللي اكتشفتها مؤخرا ايه؟ شورتس اليوتيوب، وتشانل ميست جدا 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 في سوق العقارات. وافتكر اهو السنه من دلوقتي، زي ما الناس كلها دلوقتي بتكلمني تقول لي يلا مصطفى عايزين نعمل، وقت لنا حد يعمل تيك توك. السنه من دلوقتي. النهارده العميل الخليجي اللي الناس فعلا بتدور عليه على يوتيوب. اوكي. انت متخيل؟ العميل الخليجي اللي هو بادجت حلوه، يوتيوب. ايه الحاجه اللي بتخلي الكلاينت علاقته حلوه بالشركه والسيلز؟ بالترتيب.
الامانه، المعامله، ان انت تحقق لي اللي انا عايز اعمله. خلي بالك هو كام كلاينت جاي بريكوست والريكوست ده ماتشنج مع احتياجاته. لا هو كده اي حد النهارده مش عارف هو عايز ايه بالظبط. فالامانه وايه الامانه والكوميونيكيشن، وان انا فعلا الكاستمر سيرفيس. يعني خليني اقولها لك، ما انت خدمه. مش هيت اند ران، مش أيوة. اللي هو انا اشتريت معاك الcustomer فخلاص بقى عندي service. مشكله في العقد مش هرد بس. عليك. اوكي. عارف في الماركتنج في حاجه اسمها 4 بيز. 4 بيز دول برايس بليس بروموشن مش عارف ايه، دول مرتبطين بمنتج. لما جه يقول لك ان هو بقى في خدمه، لو انت بقى مش منتج بس، انت معاك خدمه، انت سيرفيس بروفايدر، في 3 بيز كمان. من ال3 بيز الزياده في السيرفيس بيبل. ايه الحاجه اللي بتخلي النهارده الكلاينت يبقى علاقته حلوه بالسيلز وبالشركه؟ واصلا هو كلاينت بيبقى لويال للشركه ولا للسيلز؟ طيب خليني اسالك سؤال بس، انت بتتكلم على ديفلوبر ولا بروكر؟ الاثنين. حلو جدا. هنا تختلف تماما. تخلي علاقتي حلوه مش حاسس انها تختلف، او مش بشوف انها تختلف قد ما هي فكره ان هو النهارده انا كده بشتري من شخص انا عميل اشتريت. بالظبط. تمام. علاقتي حلوه بالديفلوبر هو كلها توتالي مبنيه على الاكسبيرينس اللي انا شفتها مع الديفلوبر ده. اوكي. من اول بقى الهاند اوفر اللي استلمت بيه الوحده استلمتها ازاي، مواصفاتها ايه، الكلام ده كله ده بيبقى بره بروكر. كاستمر سيرفيس، الكاست كل ما هو ما بعد البيع. تمام. دي بتحافظ على، عشان كده اكبر ديفلوبر في مصر عنده ريتنشن عالي جدا. بس كبروكر موضوع مختلف. امانه، وان انت تكون knowledgeable، دي تفرق جدا جدا جدا. لان النهارده مستوى نوليدج العميل بقى اعلى من 5 سنين، واعلى من العميل اللي قبله بتاع 10 سنين. نوليدج على السوق. العميل اللي بيحس ان النوليدج بتاعته اعلى من نوليدج السيلز اللي بيبيع له مش هيشتري معاه. او ممكن يكون عندك ايدج مختلف. بس النوليدج دي مهمه. لان انا النهارده انا جاي لك، انا عارف انا بقول ايه، انا عارف الاوفرز اللي موجوده، انا دارس. العميل جاي دلوقتي، اغلب العملاء بقوا دارسين شويه، مش هقول لك طبعا عاملين ديب ستادي، بس دارسين شويه. فاول حاجه الامانه، خلينا نتفق بس. امانه، نوليدج، كاستمر سيرفيس. انت الكاستمر سيرفيس هنا ان انا العميل ده من اول ما جالك انت فعلا اديت دورك كبروبرتي كونسلتنت، ولا انت بعت له وخلاص. بس النهارده الكلاينت ممكن يشتري في شركه عشان خاطر شخص. ده اكيد. يعني قصدي بقت 60-70%. مفيش بياع مش شركه مستقله بذاتها. يعني دايما بقول لهم كده، يا جماعه انتوا كل واحد فيكم شركه مستقله بذاتها. انت a private held company اسمها sales real estate او property consultant real estate. ليه private held company؟ انت دخلك معتمد على شغلك. انت لو جيت فتحت شركه وقررت ما تشتغلش مش هيجيلك فلوس. فانت كبياع انت قررت ما تشتغلش مش هيجيلك فلوس. كوميشن بيست. بس هي معتمده على شغلك. فانت فتحت شركه اسمها مصطفى، عايز تنجحها. الاساليب اللي انت تنجحها بيها ان انت تطلع بره كونسبت ان انت اسمك بياع، قد ما اسمك ان انت بيزنس اونر لمصطفى. ايه الحاجه اللي بتخلي النهارده الكلاينت يجري من السيلز؟ يجري ما ينفع تاني. هرجع لنفس النقطه. نوليدج. ونوليدج هنا انا ما بتكلمش على نوليدج عقارات بس، نوليدج في الحياه. عارف كنت قاعد مره مع حد بقول له عايز تكسب اي حوار، ميتنج، برزنتيشن، قاعده مع عميل، قاعده مع ناس، بالنوليدج. والنوليدج على كل حاجه تخص الدايره اللي العميل فيها. انت بتكسب الناس بالجنرال نوليدج. انا لا غنى عن نوليدج العقارات، بس انا اتكلم نوليدج لايف، على ان انت تقدر تكسب اللي قدامك. انا ما ينفعش انا اتلاقى معاك وانا مش فاهم اصلا حاجه. انا عايز ابيع لك، عايز بس انا قاعد فوكست جدا. انت اول قاعده مع العميل انت عايز تعمل ايه؟ عايز تبيع له؟ لا، انت عايز تكسبه. فاهم؟ انت عايز تشتريه. فممكن الكلاينت يجري عشان السيلز بيبيع له بس اوفر سيل. لو انا مركز، انا قاعد، انا عندي اوبجكتيف واحد، ان انا تشتري. انا عايزك تشتري. هو ده اوبجكتيف
اوبجكتيف سليم، بس خطواته هي اللي محتاجه تشتغل عليها. كمان المعلومات عن الكلاينت بتعرفني ازاي هو هياخد قرار، او وقت بياخد منه قرار قد ايه، او نوع شغله هياخد عليها. اللي متجوز غير اللي مش متجوز، غير الدكتور غير المهندس غير الضابط، كل واحد من دول ليه شخصيه لازم تقرب لها. اي حد بيتعامل مع عملاء، اي حد عشان ارجع لحته الكاركترز باشا، انت لو ما بتعرفش تلبس اكتر من 10 طواقي مختلفة في اليوم ما تشتغلهاش. 10 طواقي يعني ايه 10 طواقي؟ 10 طواقي مختلفة. انت قاعد مع الدكتور فاهم طب، قاعد مع المهندس فاهم هندسة، قاعد مع المحاسب فاهم بالانس شيت، فاهم؟ لازم عايز لو فهمت 2 هتبيع ال2، لو فهمت 3 هتبيع ال3، لو فهمت 4 بس. كل ما انت بقى يعني وسعت قاعدة النوليدج بتاعتك in life عشان تفيد شغلك، كل ما بعت اكتر. هي المتعه في الموضوع اللي انت بتعرف شغلانات مختلفه عمرك ما تعرف. يعني انت بتبيع ل10 كل 20 و30. الواحد ممكن يكون يتعامل مع ناس هو كان شغلانات اول مره يعرف عنها. احكي لك كيس يمكن حكيتها مره كنت في بنزينه، تمام، رحت اغير البطاريه بتاعت العربيه، وكان اليوم ده حر نار، وقاعد وبنهار وبغير البطاريه. جالي عامل من اللي بيشتغل في المكان اللي بغير فيه البطاريه، قال لي باشمهندس. قلت له ايوه. قال لي حضرتك محتاج تغير مساحات العربيه. قلت له لا والله شكرا. سابني 10 ثواني. قال لي باشمهندس هو بسألش حضرتك عايز ولا لا، حضرتك محتاج تغير المساحات. فانا وقفت، هو ايه الاصرار ده وليه محتاج؟ مش بيسالني I'm interested or not، هو بيكلمني بصيغه ان انا محتاج اعمل ده وفورا. قلت له انا بس عايز افهم هو ليه محتاج. قال لي بص، ده عامل عنده 20 سنه طالب في كليه اداب. بص بقى انا فاكره بالملي. انت بعد كده عرفت ده؟ ما انا قعدت بقى، ما انا عايز افهم. قال لي يا باشمهندس حضرتك الجو حر جدا، الجو الحر جدا ده بيخلي التراب يلزق في الازاز، والمساحات لما بتبقى ناشفه مع الحركه دي يجرح لك الازاز. مع الوقت تعلم في الازاز. ايه؟ تعلم في الازاز. مع الوقت اتعلم، مع الوقت اكتر الازاز كله ممكن يتكسر. هو خلق عندي ايه بالايه؟ اولا كان النولج، هو فاهم وبيتكلم في ايه. وانا انا في شهر 7. هو الطبيعي احنا اصلا كبشر المساحات بتاعتنا مرتبطه في دماغنا بايه؟ بالمطر، تمام. هو خدني من زاويه تانية خالص، هو خلاني افكر ان انا ايه ده، انا عشان ما اجيبش مساحات ب 200 جنيه ممكن ادفع كذا ألف جنيه في الازاز، غيرها لي دلوقتي. هو كسبني بايه؟ نولج، معلومه، نولج تريجرد عندي وانت انا مش شايف ده. تيبيكلي انا الكيس دي بحكيها في كل حته، تيبيكلي بحكيها على اي حد، بقولها اي حد ده بياع شاطر. بس ده عمل لك اتراكشن. امتى يبعدك عنه؟ يعني امتى النهارده لو كان قال لي لا حضرتك محتاج من غير ما يديني سبب. اوكي تمام، اشتري دي بس اشتري عليها خصم. اوكي ماشي باشا، عليها خصم ومحتاج، ولا الخصم ده مش هتلاقيه كمان اسبوع، مش عايزها ولا دلوقتي. هو من نوليدج عرف ان انت محتاج ايه للعربيه، فهيترتب عليه وقت. واقول لك حاجه، واداني ريزن تو بليف. هو عمل صباعه كده على الازاز وطلع لي تراب، تمام، طلع لي التراب تحسه رمل لازق فعلا، فاداني سبب. فانت لما تبقى فاهم السيكولوجيه بتاعت الشخص اللي قدامك، هو ما يعرفنيش خالص، بس هو خلاني اشتريه. هو ما اشتريش المساحات، اشتري معلومه، اشتري المعلومه. فهو البياع اللي بيقدر يوصل. وبعت لحد المعلومه دي بعد كده؟ طبعا انا بحكيها في كل حته. لا، بعت لحد المعلومه، يعني في حد بقيت ماشي معاه سيكونس المساحه ناشفه لا انا دايما بحكي الكيس يعني ما حكيتهاش كده ان انا عملت فرده. انا بحكي الكيس يا جماعه، خلي بالكم. احنا دايما لما بنشتري حاجه بنبيعها. لا والله لا، انا بعت الشخص، دايما ببيع الشخص. لو انا لما باجي اقعد مع اي حد، يا جماعه خلي بالكم، اعملوا تشيك على المساحات بتاعتكم عشان كان حصل لي 1 2 3 4 كده بس ما بعتهاش ان انا فرده وانا اللي عارف المعلومه.
لا بعت الشخص لان هو بجد يستاهل. صحيح، طبيعه الناس اللي بتحب وخلي الحاجه بالك اللي ودي طبيعه البياع. يعني انا النهارده انا الشخص ده طبعا مش فاكر اسمه، بس انا فاكر مكانه. يعني انا لو رحت تاني اغير مساحات او هروح لنفس المكان. وخلي بالك هو النهارده ايه اللي حصل؟ انا بقيت اسبريد وورد اوف ماوث بسبب بياع. لو جينا للبرودكت اللي هو البيوت، في فرق كبير بين ان انت تبيع بيت غالي وبيت رخيص. طيب خلينا ناخدها من الاخر. هو كده لو هو سيلز فاهم الفروقات اصلا ما بين التو يونتس والعميل بتاع التو يونتس او ايا كان، يقدر يبيع الاثنين عادي. ستيبس بيعهم واحده، الاكسكيوشن بتاع بيعهم مختلف. يعني دراسه المنتج هنا ما ينفعش مثلا انت تيجي تكلمني على بروبرتي 1 bedroom بنفس الطريقه اللي هتكلمني بيها على البروبرتي اللي ب 200 مليون. مستحيل. ايه الفروقات بقى؟ انت كده الستيب الاولاني انت بتدرس اليونت، بعد كده بتكون لها بيرسونا. طيب كده بتبتدي تشوف ايه الشانلز اللي فيها البيرسونا دي. يعني هل انت متخيل ان بروبرتي ب 200 مليون اقدر ابيعها على ليد جنريشن كامبين فيسبوك؟ مستحيل. تمام. بس اقدر ابيعها على ايه؟ اقدر ابيعها بطريقه تانية خالص. هحكي لك كيس، والكيس دي حقيقيه. كان في يونت، مش يونت، قصر. اكشلي هو قصر. تمام. وصاحب القصر ده كان عايز يبيعه. عارف عمل ايه؟ راح بيه للمنتجين يصوروا فيه. اوكي. شايف التكتيك؟ ان هو اداله ايدج زياده اصلا زيادة. راح للمنتجين، يا جماعه انا I'm willing to give you this house for free تصوروا فيه اللي انتوا عايزينه. اوكي. بس مش فاكر كان فيلم ولا مسلسل، اعتقد كان مسلسل. تمام. ممكن هنا الناس اصلا تشتريه عشان يتصور فيه، بس تشتريه عشان تصور فيه، او هو عمل له ماركتنج شوينج. مش احنا لما تنزل بتعمل شوينج مفيش بروفيشناليزم احسن من كده، بجوده كاميرات، بجوده ايه، لايف ستايل اللي عايشه جوه القصر. اوكي. يعني ما هو اللي هيقعد يعيش في القصر ده كاتيجوري معين، فهو جابها لك. شايف التكتيك؟ وكان ده بترشيح من بروكر. يعني اللي قال له على التكتيك ده كان بروكر، كان بياع. تمام. وهو كده هو ليه بقول لك الستبس واحده. هو الستب الاولى بتدرس المنتج، الستب الثانيه بتدرس بيرسونا، الستب الثالثه بتبدا تعرضها في اي كان شانل ان انت تعرضها على مين ومين اللي هيشوفها. بس مين هتعرضها على مين ومين هيشوفها. الاكسكيوشن مختلف. هنا انت ممكن تستخدم ليستنج بلاتفورم، هنا قال لك لا، رعب بتكتيك تاني خالص. انا عامل لها شوينج ان انا اروح لمنتجين، يا جماعه انا عندي دي فور فري لو حد عايز يجي يصور. اوكي. تكتيك وتباع. بص اكسكيوشن عبقري. فالنهارده على حسب البرودكت تقدر تشتغل. طبعا. انت دلوقتي هسألك سؤال، هو اللي فكر ده هي هتفرق البياع اللي فكر في التكتيك ان انا اروح اعرضه على المنتجين عشان وطلع اوت اوف ذا بوكس؟ بس هتفرق دماغ بياع عن تاني؟ او هتفرق قصدي البياع ده هو واحد فاهم العميل فقرر طلع اوت اوف ذا بوكس خالص. الكيس دي يعني معروفه شويه. تمام. ما اقدرش اقول اسم الفيلم، ما اقدرش اقول يعني عشان بس الكونفيدنشاليتي يعني. بس انا بصراحه سقفت لما سمعتها. اوكي. يعني انا نفسي اعرف البياع جابها ازاي دي، جات له ازاي. ما هي بقى التاكتكس هنا. لان خلي بالك انت النهارده كل ما هو جديد بيقدم، كل في السوق ده بالذات. صح. هو اصلا ماركتنج استراتيجي طبيعي كل 6 7 8 شهور تتغير. الاستراتيجي والبلان وكل ده انت بتشوف الدنيا بتتحرك على ايه. تيك توك ابتداها واحد كده كان بيهرج، دلوقتي بقت تشانل. دلوقتي عايز اقول لك حاجه، كنت قاعد مع حد من فتره سيلز حبيبي، يعني بيقول لي مصطفى انا مش عارف احرك تيك توك خالص. قلت له ابعت لي لينك لقيته بيصور فيديوهات مثلا يتكلم على لونش بروجكت ما وهو قاعد في العربيه سايق. قلت له انت عارف ان انت كده بره السايكولوجي بتاعه المنطق. قال لي يعني ايه؟ قلت له انت السيت اب
بتاع الفيديو في العربيه بيفرق. انت النهارده لو عايز تقرر ان انت تعمل وانت سايق تتكلم في توبيك، ما ينفعش تكلمني توبيك هادي. انت لازم بدايه الفيديو، يا جماعه انا لسه مخلص ميتنج مع كلاينت وحصل 1 2 3، يا جماعه انا لسه كنت في حاجه. دايما لو انت قررت تعمل سيت اب العربيه لازم التوبيك يبقى urgency او حاجه ما تستناش، عكس ان انت قاعد في مكتب وبتكلمني. ده هنا انت توبيك لازم انت شويه محضر له. بتاع العربيه ده ما ينفعش يبان ان انت محضر له، لازم يبان ان هو عشوائي، حتى ان هو عشوائي وارجنت. انت في حاجه لسه حاصله او حاجه انت رايح تعملها ويو ار شيرنج. فحتى التيك توك نفسه طريقه العرض اللي جواها لازم تختلف. لو انت بتتكلم على فكره، انا كل ده بتكلم بالمنطق. انا لو لقيت حد يكلمني في العربيه وتوبيك هادي، ولو انت عايز استثمر في مش عارف ايه، ايه، شغلانه قوي ان هو طالع انت لا كلمني، حسسني بالهوتنس بتاعت التوبيك، ان انت فعلا قررت ان انت مش قادر تستنى توصل مكان تصوره، فخدت الديسيجن ان انت تصوره في العربيه. التون اوف فويس هنا بيفرق طبعا لاي حد بيتكلم. طبعا تون اوف فويس بتاعك وانت كان في العربيه. انا بقول لك انت كل حاجه من دي ما هي منطق. انت مع فكره دايما تصدير العقار؟ يعني في دول النهارده في منطقه زي دبي زي كذا هو اصلا بقى بيصدر العقار، فالنهارده تصدير العقار ده بيبدا من السيلز ولا من الماركتنج؟ بدايته من الماركتنج. اوكي. بس ما يكملش غير بالسيلز. اوكي. الاشهر ولا الارخص تشتري في الريل استيت؟ كايه؟ كبروبرتي او كعقار عامه. الاعلى ROI. يعني هو مش شرط ان هو ارخص، ان هو ROI بتاعه مش عالي. يعني هدي لك مثال. لا يعني النهارده تروح لاشهر من اشهر الديفلوبرز ولا ارخص ديفلوبر؟ ما النهارده في شقه في التجمع بسعر فيلا في التجمع. بيست على امكانياتي. بس طبعا انا لو معايا الامكانيه لا هروح للتراك ريكورد ايا كان هو ارخص ولا اشهر. اوكي. يعني النهارده تاخد شقه 3 اوض نوم بسعر تاون هاوس وتوين هاوس، بس ده عند كاتيجوري A+ ديفلوبر وده عند POC، تروح فين؟ لا هروح عند الاشهر. ليه؟ هو ليه بقى اشهر؟ هو قاعد سنين يبني في بوزيشننج. ولو رجعت الاول، هو يعني ايه بوزيشننج؟ ان هو اللي بيقوله بلاقيه. فاللي قادر على استمراريه في هذا الشيء انا اضمن استثماراتي معاه اكتر. لو هتدي النهارده نصيحه لاي حد بيشتغل في الريل استيت ال10 سنين الجايين دول يطور في نفسه، يشتغل ايه في الريل استيت؟ بيشتغل في الاندستري كلها، في الاندستري بتاعت الريل استيت ايا كان الفانكشن. يس. ايا كان الفانكشن. اللي بيشتغل في الريل استيت ما ينفعش ما يكونش مطلع على كل حاجه في الحياه. يعني ما ينفعش النهارده انت لو بتتكلم على السيلز، بتكلم على كله. على كله. لان خلي بالك انت عارف الريل استيت او العقار هو ثالث اصعب نوع بيع. ثالث اصعب نوع. اول نوع ايه؟ مقابر. تاني نوع تأمين. اول نوع عقار برضه. ايه؟ عقار برضه. يعني ايش؟ لا يعني هو العقار ثالث اصعب نوع بيع. فانت عندك اول نوع المقابر، تاني نوع التأمين على الحياة، ثالث نوع العقار. فأي حد شغال في سيكتور العقار ده انت بتبيع لمين؟ بزنس مان ودكاترة ومهندسين وناس عايشة برضه مصر، وناس بيشتغلوا شغلانات عمرك ما تعرفها، وناس ممكن تبقى لهم ما تبقاش عارف هما بيشتغلوا ايه. انت ما ينفعش كسيكتور. انا بص هتكلم على الاقل في المثلث اللي قلت لك عليه: اوبريشن، سيلز، ماركتنج، HR. بس HR ده طبيعة شغله ان هو يبقى مطلع على different characters. بس بتكلم على الثلاثة دول اللي هم الى حد ما client interface. ما ينفعش تبقاش مطلع على الدنيا. ما ينفعش انت النهارده لو جالك بيزنس مان فتح حاجة بيتكلم على البورصة هتقعد ساكت؟ خسرت. دكتور افهم، اقرا. مهندس النهارده، مهندس لو انت جالك عميل مهندس كلمك في المساحات وكلمك في الهادر وكلمك في نسب التحميل وكلمك انت لو مش فاهم الكلام ده، مش مطلع عليه، كارثه. نشوف ساعات ناس حد يساله مثلا تبقى قاعد هو القبلي فين والبحر فين؟ ايوه ما اعرفش والله. على الله. طريق السويس يعني مثلا في التجمع اقول له طريق السويس، لو هو ما بيعرفش يفتح بوصله، ما بيعرفش يفتح كامبس. يعني
اطلاع كمان على الشخصيات المختلفة، وعلم النفس في المجال ده مهم أوي. يا نهار ابيض، ده من اهم الحاجات اللي اي حد محتاج يطلع عليه. دايما بنختلف وبنقعد نناقر في بعض شويه، بس ببسط يعني بالقعده معاك، وبحب وجهه النظر المختلفه دايما بتاعتك يعني. شكرا ان انت كنت موجود يعني، واتبسطت قوي الصراحه. والله انا اللي بشكرك يعني، وما حسيتش بالوقت خالص. دي هتبقى اطول حلقه. بحب الاختلاف في وجهات النظر بتاعنا برضو، عشان بيخليني اتعلم بس. بالعكس الاختلاف اه شكرا. بس.